ده موقع المستقبل البترولي ده. هنا اهو اوبن. بتروسبورت يشطر احد الاعضاء بعد اللجوء للقضاء ضد النادي. وفوجئ احد الاعضاء في بتروسبورت انه يتعلق اعلان بقرار شطب احد الاعضاء الاخرين في النادي، ومش مذكور سبب الايقاف غير انه خالف نص الفصل الخامس في اللائحة اللي هو طالب انه يشوفها من شهر بشكل رسمي، وما حدش عرضها عليه من إدارة الشركة ولا النادي. بدون أي تحقيق، بدون سابق أي إنذار، بدون سابق أي إخطار إن أنت موقوف أو مشطوب عضوية. آه، القرار عبارة عن احنا طردناه رسمي بشكل رسمي النهاردة، نقول لهم عايزين القرار بشكل رسمي. قرار بشكل رسمي يعني مختوم وممضي وعليه تاريخ، مش الإعلان ده اللي ممكن أي حد يكتبه كده ويصوره ويحطه يعني. قال مفيش قرار رسمي، ده قرار إدارة وفي مذكرة معمولة فيك وبناء عليه تم اتخاذ القرار ده. مذكرة معمولة فيا خدت عليها القرار ده. طب ما مش فاهم يعني ما ماشي. لكن ده اهو احنا هنشوف القرار الرسمي مستنتظرينه عشان ناخد اجراءاتنا. 12 هنا، 12 بقى طبعا على الفيسبوك. 12 على هنا على الفيسبوك مثلا ادي صفحة نادي فيترو سبورت. جروب عاملاه مجموعة من أعضاء، وفي مجموعة من المشرفين ومجموعة من الموظفين اللي في النادي والشركة نفسها كمان، ويردوا علينا بشكل لائق. آه، حاطين هنا هو في مثلا هنا قاعد بيتكلم دكتور اسلام انشطب ليه دي مش عزبة، ده الراجل دافع شقاه عشان يطرد. لا الموضوع مش شقة وفلوس بس يعني، ده النهارده على البوابة بقول لهم خدوا فلوس وامشي من هنا اصلا يعني. موضوع حاجات تانية ومبادئ وحاجات تانية يعني. استاذ ماجد القناوي ده من احد الاعضاء المؤسسين وعمره ما اخد لائحة، وبالتالي لا انا عليه. هي المشكلة بقى يا جماعة، هو المشكلة ان الاعضاء موجودين من زمان يعني، كانوا بيشتكوا كانوا بيتكلموا بتاع. وطبعا انت جاي نادي عشان اصلا تكبر دماغك من الدنيا ومشاكلها، مش جاي تعمل مشاكل، فبتسأل مرة على اللائحة مرتين تقدم شكوى ما خلاص فبيتردد فيها، بتكبر دماغك وبتمشي. هم اتعودوا ان كل الاعضاء هيبقوا كده، ما يعرفوش ان هيجيلهم واحد زي اسلام. لا كل شيء هيزن على حقه وعلى طلباته. فعشان كده يا ريت الاعضاء تكمل بقى من بعدية. حقكم عندكم فرصة تاخدوا كل حقوقكم من النهارده، عندكم فرصة لو فاتت او ضيعتوها للاسف مش هتعرفوا تاخدوا اي حق ليكم في النادي تاني بعد كده. وبالعكس المشاكل اللي انتوا بتشتكوا منها دلوقتي هتزيد، لان الاداره هتاخد بقى براحتها خلاص يعني بعد كده، لو الموضوع ده عدى بالنسبه لكم. طيب كان بقى مرسول احنا جايين هنا عشان نشوف هو هنا مثلا شاطبي عضوية الدكتور اسلام استاذ احمد السامي. طبعا القرار 12 بقى واحد صوره، عضو كريم صوره، والدكتور اسلام ولا يعرف ولا حاجه خالص يعني. اسلام كان في البيت عادي، وفي نفس اليوم اللي اتعلق فيه القرار ده الدكتور اسلام انا كنت موجود في النادي اصلا الظهر في الوقت ده، وماشي من هناك الساعه 2:30 2 3 في حدود يعني وقت الظهريه يعني. وكنت دافع اشتراك لعبه هناك، والفاتورة معايا بتاريخ امبارح اللي هو 6/4. مشيت لقيت حد بيكلمني بعدها بساعة كده أو ساعتين، يقول لي الحق ده في قرار إيقاف أو معرفش إيه. قلت له قرار إيقاف إيه ده، محدش كلمني ولا أي حاجة يعني. قلت له ماشي يعني عادي، هو ده متوقع، بس يعني الطريقة هي اللي ما كانتش معروفة، بس هو ده متوقع من زمان واتهددت بيه يعني بشكل مباشر قبل كده. واتقال لي أحسن لك، اتقال لي من مدير النادي أحسن لك ابعد. ماشي. طيب ادي القرار طبعا بقى مفيش اي امضاء عليه. المدير التنفيذي للنادي اما تفتح اللائحة الصغيرة المصغرة، لائحة الكتيب ده اللي هو بتاع الصغنون ده، اللي هو مش لائحة رسمية خالص. وفي لائحة تانية اسمها لائحة تنفيذية، هي دي اللي طالبينها عشان يعرضوها علينا. قال ان هم فصلوني بناء على الفصل الخامس من لائحة النادي الأطامية الرياضي لترو سبورت. طب الفصل الخامس لما بصينا عليه في اللائحة التنفي الداخلية للنادي، اللي هي الحاجة الوحيدة اللي قدرنا نحصل عليها، لأن الفصل الخامس ده بيتكلم عن فصل العضوية ومعرفش ايه. بس مش فصل عضوية، مش فصل عضوية عضو يعني فصله من النادي، لأ. لما يكون عضو عاوز يفصل زوجته، عضو عاوز يفصل ابن من أولاد، ابن كبر عدى سن 21 فعاوز يفصله عن العضوية. الحاجات الفصل اللي هو بالشكل ده، مش الشطب وإسقاط العضوية. ده اللي لقيناه في الفصل الخامس من اللائحة بتاعتي.
فاحنا فاهمينه برضه، يعني اللي احنا فاهمينه من الاخر ان هو هيشتغل بقى على قصه ان هو بيشهر بالنادي وبينشر سلبياته فبيشهر بالنادي. هيشتغل على قصه التشهير بالنادي. هيشتغل على قصه بقى انه يخش يقلب في الاكونت البروفايل اللي عندي مثلا، ويمسك مثلا بوست ولا حاجه انا كنت ناقد فيه الحكومه ما، او يمسك بوست مثلا وسط مليون بوست مثلا انا كنت مثلا غضبان من موقف شفته في الشارع او حاجه فشتمت في الحكومه، فهيروح يقول لك الحق ده اخوان، الحق ده 6 ابريل، الحق ده. طب الحق على فكره ده انا في نادي اصلا، ده انا في نادي وانا اساس مشكلتي ان انا في نادي. انت ايه انت رايح فين؟ انت ماشي واخدني من السكه رايح السكه دي ليه؟ هو متخيل بقى ان جو ظروف البلد امنيا لسه زي ايام بعد الثوره وما بعد 30 يونيو، ومتخيل بقى ان ايه اول ما يقول الحق ده اخوان الحكومه هترجع تيجي الامن الدوله هيطلع يجري على الاسلام وبتاع. لا ده كان زمان، دلوقتي لا هم اكتشفوا ان كان في حاجات كتير كيديه بسبب الموضوع ده. ده يا اخي ده انا حتى في الحكومه في شغلنا آه تلاقي الموظف لو عاوز يخلص من موظف تاني جنبه يروح جاي مشتكيه في الاداره ويعمل فيه مذكره انه اخوان وبيقعد يتكلم في السياسه وافكاره اخوانيه. يوم الموظف يتحول للتحقيق هوب لقيت ان الدوله نقلت نفسها مش شغاله الا في تحقيقات على اتهامات اخوان، ناس اخوان وناس مش عارف إيه. فاشتغلوا براحتكم في القصه دي ومشوا فيها براحتكم. خلي الناس تضحك عليكم اكتر واكتر، وهدوا في النادي اكتر واكتر، وقعوا في النادي اكتر واكتر. انتوا مش خسرانين حاجه، هم الاعضاء هم اللي هتيجي على دماغهم في الاخر. انتوا بالنسبه لكم بتاخدوا وبتقبضوا رواتبكم، بتقبضوا كل حاجتكم كامله مكمله، حتى لو قعدتوا في البيت فانتوا مش فارق معاكم حاجه. النادي مش فارق معاكم. الاعضاء بقى اللي هم بقى دافعين فلوسهم في النادي ده، وكل عضو كل عضو من اعضاء النادي، حتى العضو اللي مشترك من سنه 2000 لو هنقول ان هو في 2000 يعني عموما يعني ايا كان، حتى العضو اللي كان دافع جنيه، العضو اللي حتى اللي كان دافع جنيه في النادي ده هو ليه بلاطه جوه النادي ده، ليه مكان جوه النادي ده. ده اتحاد اعضاء زي اتحاد الملاك كده. احنا عندنا نادي كل الناس اللي فيه دي بتدفع فلوس عضويه مش فلوس اشتراك، دي فلوس عضويه دايما. كل واحد لينا ليه ملك جوه النادي، ليه قطعه يملكها جوه النادي ده، كل واحد لينا ليه بلاطه جوه النادي ده. فاحنا اللي قلبنا عليها. اتحاد الملاك في اي عماره لما بلاطه تتكسر، لما حاجه بتتكسر بيجمعوا مع بعض ويعملوها، اما يحصل اي حاجه بيجمعوا مع بعض ويعملوها، او بيجمعوا مع بعض ويجيبوا اداره تدير العماره يعني. ده ليه ومسمينهم اتحاد ملاك ليه؟ لان هم الاحرص على الحفاظ على المكان ده وتطويره وتحديثه. فما ينفعش يبقى احنا آه، النادي ده كله بفلوسنا او بفلوس الاعضاء دي كلها، من اول عضو اشترك في النادي العضو رقم واحد لحد النهارده. كل واحد منهم شارك في النادي ده قد التاني كل عضو فيهم شارك في النادي قد التاني. لان اللي اشترك في النادي في سنة 2005 لما كان صحراء حتى لو دفع 2 جنيه، حتى لو دفع 2 جنيه آه، ده زي العضو اللي اشترك النهارده بعد ما النادي بقى بالوضع ده ودفع 50 دفع 90,000 جنيه او ايا يكن يعني الاسعار الموجودة دلوقتي. آه، طبعا القرار بقى نرجع للقرار ده، القرار ده بدون امضاء بدون اي حاجه، زي ما نقول المدير التنفيذي للنادي، واللائحه اللي هم ناشرينها على موزعينها على الاعضاء مكتوب فيها ان استاذ احمد تامر ده عباره عن المدير العام للنادي مش المدير التنفيذي او العكس. يعني دايما نلاقي اعلان مكتوب وظيفه المدير التنفيذي، اعلان مكتوب وظيفه المدير العام. طب إيه بالظبط مش عارفين. طيب ليه مش عارفين ولما بنسال ما بناخدش رد؟ لان احنا بنسال باوراق رسميه. يعني قلنا لهم مثلا فين قرار التعيين، فين قرار تعيين المدير، فين قرار تعيين مجلس الاداره، فين قرار تعيين رئيس مجلس الإدارة؟ أو تعيينه بالانتخاب ولا بالتعيين المباشر من وزارة البترول ولا من الهيئة؟ احنا عاوزين نعرف احنا بنتعامل مع مين وبشكل رسمي بأوراق رسمية، مش مش اقول هو ده المدير يبقى هو ده المدير. زي امين الشرطة النهارده لما جه يكلم المدير بتاع النادي وطلب مدير النادي فتعرف عليه مدير المناوب عرفه بنفسه. فامين الشرطة بيقول له طب ايه اللي يثبت لي ان حضرتك مدير؟ ممكن اثبات شخصية اي حاجة. فالمد- فالمدير يقول له انا واخد تنبيهات من الاداره ان انا ما اديش حد اثباتات شخصيه. ايه التعامل ده؟ يعني حضرتك لو جيت في المحكمه دلوقتي، المحكمه لما تطلب منك اثبات شخصيه مش هتقول له انا مش فاهم مش قادر افهم يعني. احنا حتى بعد ما مشينا مشينا الناس بتقول ولا امين الشرطه تقريبا كان بيقول ما هما بيتعاملوا معايا كده، امال مع الاعضاء بيعملوا فيهم ايه؟ حتى امين الشرطه اللي كان قاعد بيكتب المحضر كان مزبهل، كان يعني كان مزبهل جدا باللي الناس بتعمله فينا. فطبعا القرار ده منشور اهو بالشكل ده. طبعا اي حد يقدر يعمل حاضر يعمل. اي حد يقدر يعمل صوره فوتوشوب لقرار زي ده. يعني ممكن اعمل صوره زي دي كده بالظبط كده،
واشيل عضويه السيد اسلام محمد الشاوي دي، اروح جاي شايلها وهعمل معانا اي سيد تاني واي رقم تاني، او اكتب اي حاجه كده واروح اعملها بنفس الشكل كده وانشرها على الميديا، واقول الحق ده شاطر ابو فلان، الحق ده حبس فلان، الحق ده مش عارف ايه. طيب ده مش تشهير؟ انتوا بتتهموني بتشهير؟ فين القرار الرسمي وفين اثبات مخالفات؟ يعني لما اقترفوا انتوا اسقطوا القضيه لما اقترفوا مخالفات ثابته؟ طب فين الاثبات؟ ما تقوليش سكرين شوتس وما اعرفش ايه، انا اعمل لك مليون سكرين شوت، وحتى لو بسكرين شوت اثبت برضه، اثبت بقضيه وبمحضر رسمي وبلاغ رسمي في النيابه، واثبت ان الكلام ده كله صحيح، واثبت اولا قبل ما تثبت انه صحيح، اثبت اولا ان هو ده تشهير بالنادي اصلا يعني. في آلاف الأعضاء على المواقع والجروبات بتاعت النادي شتم النادي بشكل مباشر، ناشرين مشاكل في النادي بشكل واضح ومباشر يسيء للنادي. آه، وبرضه ما حلتوش مشاكلهم، بس هو نشر مرة واحدة وخلاص، نشر مشكلته وعرضها ومشي. فانت عشان كده انت مش فارق معاك، انما بقى اللي بينشر زي المشكله بتاعته مع النادي بعد ما يكون قدم شكوى رسميه وما تردش فيها، وينشر يقول يا جماعه انا قدمت شكوى بخصوص الكلاب المنتشره في النادي، وادي صوره كلاب هي قابلتها النهارده اهي في النادي وشفتها، وادي صوره فيديو كلاب ناس بتجري، اعضاء بيجروا وكلاب بتجري وراهم، واقول يا جماعه انا اشتكيت وما ردوش عليا، يقوم يجي يقول لي ده تشهير، ده تشهير، تشهير ازاي؟ حضرتك طيب بقى قبل التشهير مش قبل ما نخش اصلا، هو عايز يدخلك في كده قضيه تانية قبل ما نخش في التشهير، حضرتك قبلها باسبوعين انا مش قدمت شكوى وانت قلت لي المشكله اتحلت، او انا مش قدمت شكوى وانت اصلا ما ردتش عليا، او انا مش من شهر ونص مقدم شكوى ورحت بعد اسبوعين قلت لكم انتوا ما ردتوش على الشكوى يا ريت تردوا، وبعدها كمان باسبوع جيت لكم رحت قافلين الباب بقى وخلاص بقى يلا بقى اتكل على الله بقى، ده قرف وصداع يعني انتوا قفلتوا الباب في وش الواحد كده بالشكل اللي هو كانكم بتقولوا له كده بقى يلا بقى انت هتصدعنا ليه؟ هو كده وان كان عاجبك يعني. اقوم بقى اجي اتكلم على اعرض مشكلتي دي تقول لي ده تشهير؟ طيب روحنا للقضاء وسيبنا من الكلام ده، رحنا للقضاء بعتنا انذار على يد محضر بالطلبات والمشاكل بتاعتنا، وعرضنا في الانذار كل المشاكل اللي تعرضت لها وحصلت قدامي من اول ما جيت النادي. يقوم الرد على الانذار بعده بيومين ب 48 ساعه قرار شطب كده بدون اي حاجه. انت يعني انا لجأت للقضاء، هو انت بتقول ان ده تشهير ومش حلو، سكتنا خلاص وقلنا بلاش نشتغل ونمشي قانوني، رحنا عملنا انذار تقوم ترد على الانذار بشطب عضويه؟ انت يعني انا لجأت للقانون تقوم ترد عليا باللجوء للقانون بقوم شطب عضويه، بانك تخالف القانون وتشطب عضويه كده بدون اي حاجه، يعني بدون اي حاجه كده. طب هو انت فاكر اصلا ان انا يعني بجري على النادي؟ يعني انا بجري على النادي، ادخل النادي واقعد في النادي بالمنظر ده والشكل ده والاسلوب ده وبتعامل الموظفين معانا بالشكل ده؟ يعني ده انا بقول لهم على البوابه اديكوا فلوس وامشي اصلا. لكن المبادئ انتوا وقعتوا مع شخص يعني آه مثابر جدا في خصوصا في حاجه فيما يخص الحقوق، وخصوصا اكتر لو كانت الحقوق دي حقوق عامه، لو حاجه شخصيه حاجه خاصه بيا بالظبط لوحدي بس، لا ممكن بكبر دماغي دايما، بالعكس ده انا دايما يتقال عليا ان انا يعني مش عبيط او مش هبل، يعني دايما بيتقال عليا ان انا عشان بتنازل عن حقوق حاجات ليا كتير، بس تبقى حاجه شخصيه خاصه بيا لوحدي بس. انما حاجه انا شريك فيها وفيها تخص عموم عامه كتير، مش حد قليل كمان هتفيد ناس كتير، باخد الموضوع كتكليف كده او حمل عليا من ربنا ان انا اعمل حاجه ليا وللناس كلها. أه انا مش عارف، بدور على دايما على على اي وسيله تواصل سريعه، وقبل ما تكون سريعه تكون في نفس الوقت توصل لكل الناس، لان مش قادر اعمل بوستات في كل حته او اتابع على الموبايل او ارد على كل التليفونات. انا اسف والله. آه، اي حاجه تفصيلة هحاول اعرضها باي شكل، واحنا على الجروب مع بعض لو في اي حاجه كلموني. في اسماعيل طبعا كل دي اعضاء متفقين، عضو كريم استاذ حسن احمد، طبعا كل اللي حصل الاداره ده بيخلي الناس تتنرفز وتتعصب ويخرجوا عن شعورهم، فممكن يقولوا الفاظ او يقولوا اي حاجه، فطبعا ممكن يمسك له دي يقول له انت تقول نادي زباله، طيب تعالى نادي تشهير.
هنا انت بتضامن مع الجنراتور، انت بتضامن معاه هنا، تعالى انت بتضامن مع واحد بيشهر بينا، طب تعالى انت كمان بتشهر. فالاعضاء طبعا انا بشكرهم، لكل عضو تضامن باي شكل، ببوست، بلايك، بكلمه، بدعاء حتى، بايا كان. بشكركم، بقول لكم يعني استمروا، لان دي مصلحه عامه ليكم كلكم. انا زي ما شرحت قبل كده، الموضوع بالنسبه لي يعني تقدروا تقولوا انه شبه منتهي، بس هكمله من الناحيه القضائيه خلاص، وانا قاعد في بيتي كده وهمشي زي ما واكمل زي ما انا كنت مكمل في اجراءات ان انا اشوف نادي تاني محترم لاولادي. انا ببص على النادي ده الهدف حاجه مستقبليه، فخلاص طالما حاجه مستقبليه، اشوف لهم حاجه تضمن لهم حقوق مستقبليه، مش حاجه حلوه دلوقتي وبعد كده احنا ماشيين في نازلين من على نازلين من على الجبل يعني، بنلف بنتدحرج. اه كان في عضو كريم الاستاذ طارق ده مسافر بره مصر، هو عضو ما زال عضو لحد دلوقتي، وكان واخد حكم نهائي وكلمني في السعوديه تقريبا، السعوديه مش فاكر، هو بره يعني. والمحامي بتاعه هيبعته يتواصل معايا عشان معاه حكم اصلا نهائي ضد النادي وناخد تعويض من النادي، برضو كان عامل معاه موقف زي كده وما زال عضو يعني، مش طبوش عضو، بس كان عامل معاه موقف زي كده ورفع قضيه ضد النادي وخد حكم بتعويض 10000 جنيه. اه احنا حاجه صغيره، احنا ما بنتكلمش فيها، حتى هو ما خدهمش يعني، هو خد بقى ورقه الحكم بس وخلاص. هي خلاص، هو احنا بندور على ايه؟ ادي حكم المحكمه اهو، عشان اي حد بيتكلم بقى ويقول تشهير ومش تشهير، اه ده حكم محكمه، روح بقى اتهم المحكمه انها هي اللي بتشهر بقى. حاضر احنا هنشتغل معاكوا كده. احنا قلنا في الاول في الاول بس نقول شويه مشاكل وشكاوي كده علشان يمكن ترتجعوا وتعدلوا. رحتوا بقى ضحكتوا علينا بشويه بويا لو انتوا بيهم ما اعرفش ايه، ورحتوا ضحكتوا علينا قلت لنا احنا بنغير الانتريهات بتاعت المبنى الاجتماعي، وان الاعضاء يروحوا يلاقوا الانتريهات زي ما هي ما فيش حاجه، وعمالين يضحكوا على الناس كده بشويه حاجات وتلمعوا لنا الرصيف وما اعرفش ايه. هو ده تغيير يعني؟ ده طبعا مش ده طبعا مش تغيير، وانتوا عارفين ان ده مش تغيير، بس انتوا بتحاولوا تزودوا المؤيدين بتوعكم اكتر، وتستغلوا ناس معينة بشكل معين عليه لأنكم ضاغطين عليهم بأشكال معينة مش هنخش تخوض في تفاصيلها، لكن في ناس مضطرة إنها تتعاون معاكم وتطبل ليكم وقراراتكم قهرا قهرا. للأسف، للأسف اللي حصل حتى ده، وطريقة إن أنا تعمل لي شط الطريقة نفسها، مش موضوع الشط، احنا متوقعين الشط، الطريقة نفسها إن بعد ما أبعت إنذار لازم أحضر بالمحكمة وأبدأ ألجأ للقضاء، بعدها ب 48 ساعة يروح جاي باعت لي انذار على قبله، وقبلها باسبوع بعت له خطاب بعلم الوصول بان الاعضاء عندهم مشاكل وهيتجمعوا عشان يحلوا مشاكلهم دي بالشكل الفلاني. بعد كده، بعد ما تسمع معاك بشكل رسمي بالشكل ده والجا للقضاء بقى عشان انت مش عاوزني اتكلم عن النت، فالجا للقضاء. بعد ما الجا للقضاء تعمل كده، انت كده بتقول لي يعني مش قادر، مش عارف بصراحه يعني. تصرف، انا كنت متوقع شد العضويه بس مش دلوقتي، كان يعني قبل الانذار ما كنت ابعته، لو كنت ذكي كنت عملته قبل ما ابعت الانذار على قد ما اقدر، او قدام شويه. بس كويس، شكرا يعني، نشكركم على حسن تعاونكم يعني. ادي استاذه ايه، اداره فاسده ومش عايزه حد يكشفها، طبعا متضامنين. استاذ احمد سامي بنتعاقب بفلوسنا، حاجه اخر حلاوه. بيبو سعيد احد، نفس الغباء في الادارات يعني طبعا كل الناس اهي، وسب وشتايم طبعا للاداره بكل الكلام. طبعا الناس دي كلها انت ممكن تمسك كل واحد من دول تعمل له قضيه لوحده وتشتغل عضويته، لو صح مش ممكن تعمل كده. اما عدو منهم يزود شويه في الردود والكلام ويبدا يحط بوستات اكتر، هتروح جايه برضه عامل معاه زي معاه. طيب الناس دي كلها ايه؟ كل الاعضاء دول مش قادرين، مش قادر تفهم، مش قادر تفهم ان انت عندك حاجه غلط، مش قادر تفهم ان الاعضاء مش قابلين، مش قادر تفهم ان في غضب اصلا موجود قديم من الاعضاء بسبب مشاكل قديمه كتير اشتكوها وما اتحلتش لحد النهارده. آه، انت شايف وفاهم كل ده، بس انت بتفرض اسلوب غير قانوني بانك تتحكم فينا كموظفين، وتعتبرنا كلنا كاعضاء بالاعضاء كده، كلنا كده اعضاء كده، كلنا كده زي مع بعض كده شيله واحده، بتعتبرنا موظفين عندك. بندفع لك فلوس تامين، اللي هي الفلوس اللي هندفعها كل سنه تجديد، وغير الفلوس العضويه بندفع لك الفلوس دي كانها تامين مثلا. آه و و وتديها لنا او بتصرف على النادي بيها فلوسنا دي كانك بتصرفها علينا، وانا شوف جبت لكم عملت لكم.
وانتوا مش مقدرين. آه، احنا كده بنتعامل مع، مش قادر اقول، مش عارف اقول اوصف بالظبط احنا بنتعامل مع ايه، بس الوضع اصبح لا يعني ما يستدعيش ان، يعني هبهدل نفسي وهين كرامتي لما، لو اصلا دخلت النادي تاني حتى لو مشاكلي اتحلت، شربت حبة لو اتحلت بدون ان يبقى فيه مثلا هيئة زي شباب الرياضة، او اي اشراف خارجي من، او اي اشراف خارجي من جهة خارجية على نادي. هيفضل النادي زي ما هو، حتى لو عملوا شوية حاجات كده وجابوا شوية حاجات جديدة في النادي وبتاع عشان يرضوا الأعضاء ويهدوهم. آه، في 5 6 شهور والدنيا هترجع تسوق تاني أكتر وأكتر. وساعتها، الأعضاء بقى خلاص، بعد اللي حصل كان خصوصا معايا دلوقتي، الأعضاء خلاص مش هتفكر تتجمع تاني. واللي هيحصل إن كل عضو بيحترم نفسه، مش هيجي نادي تاني، هيجي كل سنة يدفع لك الاشتراك يحفظ العضوية وخلاص كده، لمجرد إن ممكن النادي يتصلح حاله في أي وقت من الأوقات ويبقى هو موجود وهو مقضيها في نادي تاني. وأنا اتعرفت بأعضاء بيروحوا لمدينة نصر، يعني ساكنين في جنب النادي، ونقلوا سكنهم جنب النادي لما خدوا العضوية في التجمع الخامس، وبيودوا اولادهم يوم او يوم لا، مدينه نصر، نادي مدينه نصر، ومش عارف نادي ايه برضو كده برضو في مدينه نصر، بيروح لحد مدينه نصر عشان ولادهم بيلعبوا ومحترفين، فمستقبلهم هيضيع في النادي بسبب سوق الانشطه الرياضيه. ده سوق الانشطه الرياضيه وصل لدرجه ان عضو ابنه كان تالت جمهورية تقريبا وسباحة وبيلعب، وكان مستني بطولة أفريقية، بطولة دولية يدخلها، ففي بطولة للمنتخب. المهم المفروض ان النادي يرشح 3 أو 4 أسماء من عنده، من الناس من الأعضاء اللي مؤهلين يعني يدخلوا بطولات، يرشحهم للمنتخب. و... وابن العضو الكريم ده كان من الناس المرشحة بقوة إنها تدخل المنتخب. راح الاتحاد شباب الرياضة عشان يسمع بقى المنتخب واختاروا مين واختاروش مين، لا اسمه ما اتندهش، فبيسأل اتحاد الشباب والرياضة، ردوا عليه قالوا النادي بتاعك ما بعتش أصلا مرشحين. تخيل، يعني الناس اللي قاعد بقاله سنتين تلاتة ده تدريبات والصبح وتمرينات والفجر وبالليل وكل ده عشان يدخل بطولة، يوم ما تيجي بطولة انت ما تبعتش اسماء اصلا، يعني حتى مش تبعت ناس معينين انت عايزهم تبعك، لا ده انت ما بعتش اساسا حد، ده انت مش في دماغك. لا فاذا احنا كده يا جماعه، احنا لو حد عاوز النادي ده الهدف رياضي، لا مش هينفع. فعشان كده الاعضاء كلها بتتفش وبتهرب وكل سنه لما تيجي النادي تجدد عشان كل سنه تيجي تجدد، كل سنه هتيجي هتشوف اعضاء جداد اول مره تشوفهم. ليه؟ هم دول الاعضاء بتوع السنه اللي فاتت، وهتيجي السنه اللي فاتت الجايه هتلاقيهم خلاص دول برضو بقى مشيوا مبقوش يجوا، هتشوف اعضاء جداد. عشان كده النادي ما فيهوش الحاله الاجتماعيه اللي موجوده في بعض الانديه التانية او اغلب الانديه التانية، ان الاعضاء معظمهم عارف بعض، بيتكلموا وبيتقابلوا بيحلوا مشاكلهم مع بعض بشكل جميل لطيف. مش هتلاقيه عندنا بسبب كده، الاعضاء اصلا ما مش طايقين النادي، واللي بيجي غصب عنه بيجي غصب عنه، عشان مثلا لو عنده ابن عاوز يلعب مثلا، او بخرج العيال، او احنا مشتركين اصلا في الاساس عشان العيال. ف زي ما قلت بقى وارجع تاني، انتوا معاكم فرصة دلوقتي تجمعوا بعض زي ما انتوا كده، اجتماعكم بكرة موجود زي ما هو، انسوا اسلام، مش اسلام هو اللي داعي الاجتماع، الاجتماع ده انتوا داعين ليه كلكم. بعد ما اجتمعنا اخر مره في 25 مارس واتفقتوا كلكم بقى ان احنا نتقابل تاني ونعمل بقى ونمشي في خطواتنا اللي احنا اتفقنا عليها، اللي انتوا كلكم عارفينها ومنشوره للجديد اللي مش عارف، احنا كنا متفقين على ايه كده، منشوره على الميديا. ف كملوا الطريق لمصلحتكم. انا سواء رجعت النادي او ما رجعتش النادي، آه، آه، انسوا خالص اسلام، يعني خلاص انسوا خالص، انا اصلا هخش في اتجاه تاني مع الشركه دي، لان او النادي ده، بلاش شركه عشان الموضوع ما يتاخدش كشركه، انا كل مشكلتي مع النادي، ماليش دعوه بالشركه وبقيتها. وماليش دعوه بالفساد اللي الشركه، لو في فساد زي ما الناس بتتكلم والاعضاء بتتكلم وتقول، انا ماليش دعوه بكل ده، ماليش دعوه بكل ده، انا ولا انا عامل في القطاع، ولا انا ليا علاقه بالبترول، ولا انا افهم في البترول اصلا واعرف ايه الدنيا دي. و... وانا كل اللي ليا عندهم النادي بس، خدمات النادي وكل اللي عندنا النادي. ف ماليش دي علاقة معاهم في الاتجاه دي، انا همشي في شكل مش همشي خلاص، انا يعني خلاص مجهود هيقل الفترة الجاية بشكل كبير، لان الاعتماد فيها هيبقى على المحامين اللي هيشتغلوا. واشوفكم على خير ان شاء الله. وانا احسن حاجة طلعت بيها واجمل حاجة وبعضويات اندية مصر كلها، ال 250 تقريبا، ال 300 عضو
اللي اتعرفت بيهم، واكتر 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 ال 30 40 عضو اللي كانوا النهارده في موجودين معانا على البوابه. نسينا ناخد مع بعض الصوره سيلفي عشان نبين للناس قد ايه احنا كنا قد ايه، وعشان ابين للناس واقول للنس ان هم دي دول اغلى من العضويه كلها واغلى من عضويات انديه مصر كلها. معرفه الرجال كنوز. اتشرفت بيكم، واتمنى ان احنا نفضل على اللقاءات دائمه بره النادي، مش شرط النادي. احنا مش احنا ما تعرفناش على بعض علشان مصلحة خاصة ولا مصلحة شخصية. بشكركم واتمنى لكم التوفيق. و... وانتوا، وانا مش هنصحكم برضو طبعا طبعا ان انتوا تكونوا واخدين بقى حذركم في الخطوات الجايه مع الشركه او النادي. اشتغلوا بقى بشكل قانوني خالص، قانوني بحت. الموضوع دخل اصلا خلاص في قضايا وبلاغات. تضامنوا معانا في البلاغات اللي احنا عاملينها والقضايا اللي احنا عاملينها. عاوزين تبداوا من الاول بمحامي جديد هتعرفوه بكره في الاجتماع، هيتعرض عليكم مستشار كبير هيشتغل لكم الشغل اللي انتوا كنتوا طالبينه في الاجتماع الاخير والشو، وهيعملوا لكم كل حاجه. زي ما تتفقوا مع بعض اعملوه، انا معاكم برضو. آه، انا لو هنتكلم قانونا انا ما زلت عضو بالنادي، يعني قانونا انا ما زلت عضو بالنادي، من حقي ان انا اتكلم او اروح او اجي. لكن انا عاوز استغل برضو قرار الايقاف على الشرطة العضوية ده بان انا اثبت برضو ان في عندهم مخالفات تانية ادارية اصلا، حتى في قراراتهم وفي تعاملهم مع الاعضاء. بشكركم تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.